احلى دبوس فراخ ممكن تاكلوه معانا النهارده بالصوص الباربيكيو. حاجه تحفه. تعالوا معايا عشان نشوف الطريقه، هتعجبكم ان شاء الله. يلا بينا. ومعانا زي ما انتم شايفين دبابيس الفراخ اهي، زي ما انتم شايفين مشرحينها ومدينها فتحه من الجنبين. تمام. هنبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بشويه زيت. معانا زبدايه. عصير ليمون. معلقه مستردة. معانا البهارات بتاعتنا: ملح، فلفل اسمر، بابريكا، بهارات فراخ، زعتر، معلقه صلصه، ونمركز كل دوت مع بعض. ودلوقتي بعد ما مكسناها زي ما انتم شايفين، خلينا كل المارينيه اللي احنا عملناه دوت يبقى في كل الفراخ. وهنبتدي نرصوها دلوقتي في الصينيه عشان ندخلها الفرن. وزي ما انتم شايفين دلوقتي اهي، بعد ما حطينا المارينيه بتاعها نرصها في الصينيه كده. في اللي حابب يحط بقى اي خضار تحتها يحط عادي، مفيش مشكله، هتدي طعم برضو، هتبقى طعمها جميل. نحطها في الفرن طبعا على درجه حراره 200 مده ساعه الا ربع كده. تمام. زي ما انتم شايفين، وننزل كلها مع بعض كده. حطيت صوص الباربيكيو، حطيت عليه شوية عسل زي ما انتم شايفين كده. هو مسكر اساسا، بس دي هتتفرجوا عليها بقى لما تاكلوها بالعسل. هو ما بياخدش كتير بس كده. يلا بينا بقى نشتغلوا على الفراخ. بعد ما خلصنا الفراخ زي ما انتم شايفين كده، حاجة ريحتها ما شاء الله جميلة تحفة، هتعجبكم قوي. هنا بالصوص زي ما انتم شايفين بعد ما خففناه، ننزل عليها واحدة واحدة كده. اتمنى ان انتوا تجربوها